السلام عليكم. غربله في الاهلي بكل عشوائيه وكانهم عايزين يعاقبوا الكل. يا ترى الاهلي رايح على فين؟ قرارات عجيبه وغريبه من اداره النادي الاهلي، مش عارف هتودينا لفين. واول القرارات خصم من احمد عبد القادر عشان رد على الجمهور على الميديا، وخالد بيبو داخل حرب مع اللعيبه من اولها وهيكره اللعيبه في النادي وفي اللعب وفي كل حاجه. وللعلم خالد بيبو واخد قرار من اللي بيحبهم الكابتن الخطيب، من احب الحاجات على قلب الكابتن الخطيب الخصم. قندوسي بعد الهدف اللي جابه في المصري، الجول اللي بسببه الاهلي اتاهل لنص النهائي وهيلعب مباراه انبي. قندوسي جاله عروض من اتحاد العاصمه الجزائري وشباب بوليسداد والعربي الكويتي ونادي زد المصري، واللاعب نفسه يكمل مع الاهلي. وللعلم القندوسي ما خدش فرصته كامله مع الاهلي، ومن اللعيبه المظلومه مع انه يمتلك مهاره وعنده امكانيات كبيره احسن من لعيبه كتير على الدكه. ولكن كولر شايف اللي الخطيب عايزه بس مش مهم مصلحه الفريق، وللاسف الشديد قندوسي طلع اعاره وده خبر ضايقني. طيب الصفقات دي الاهلي بيشتريها وفجاه يفرط فيها كده بكل سهوله؟ حد يفهمنا ليه يا جدعان؟ حد يفهمنا ليه واحد زي برونو سافيو يمشي مع انه اصلا ما خدش فرصه وما لحقش حتى يشارك ومشي؟ والاغرب من كده انه خارب الدنيا بمهاراته مع نادي بوليفار وجاب هاتريك اول امبارح.